السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. كيف ما كتشاهدوا معايا اليوم غنقدم لكم الشباكيه. صراحه هذا الفيديو جا شويه معطل، ولكن ماشي مشكل، كلشي مع المكتب. كيف ما كتشوفوا معايا الشباكيه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. صراحه كتجي مجعبه وشاربه العسل، ومكوناتها جد بسيطه ودغيا كتوجد سهله. كنحضروها غير بالزنجلان، ما كنديروش فيها اللوز، يعني كتجي شويه اقتصاديه. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال الزنجلان. طبعا الزنجلان كيكون منقي وكنطحنو مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. المهم الزنجلان ما كنحمروش، لان الشباكيه كنقليوها في الزيت، دونك ما نحتاجوش نحمر الزنجلان. غنحتاجو معلقه كبيره ديال النافع مطحون مزيان ومغربل، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي مطحونه مزيان ومغربله، ومعلقه كبيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، تقدروا تعوضوه بالزعفران الحر، وخمسه الحبات ديال المسكه الحره اللي كندقها مع شويه ديال الدقيق. عندي كاس ممزوج بين زيت البلديه والزيت الروميه، وكاس ديال الزبده مذوبه، وكاس ديال الماء زهر، وكاس ونص نتاع الماء، وكاس ديال الزنجلان نحاولوا نطحنوه مزيان، ومعلقه كبيره ديال الخل، وخميره الحلويات 8 غرام. هنا في الخلاط الكهربائي كنوضع جميع المكونات: كاس الماء زهر، وكاس الزيت ممزوج بين الروميه والبلديه، وكاس ديال الزبده، وكاس ديال الزنجلان، وكاس ونص ديال الماء، ومعلقه كبيره ديال الخل، ودوك المنسمات حتى هما اللي ذكرت معكم قبيله، والمسكه الحره، وخميره الحلويات 8 غرام. هذه راه عندي فيها 11 غرام، خليت فيها واحد شويه. وكنضيف 3 المعالق ديال الدقيق، كنضيفو مع الخليط، وكنخلط في الخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنوضع الخليط في اناء ولا في كسريه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. المهم انا عندي كيلو ديال الدقيق. دابا هاد الشباكيه اللي عطيتكم فيها كيلو ديال الدقيق نيشان. صافي هنايا كنعجن العجين ديالي، كنبدا نجمع العجين ديالي بالدقيق وكنعجنو مزيان، وكنبدا نضيف الدقيق حتى تنكمل داك الكيلو اللي عندي. كنحاول ندخل هذيك الكميه ديال الدقيق في العجين وندلكها مزيان بهذه الطريقه هذه.